ألف مبروك لكل أهلاوي النادي الأهلي. النهارده المكسب على البنك الأهلي بنتيجة 1-0، وإن شاء الله ده آخر ماتش في الدوري دلوقتي، وهنسافر لكأس العالم للأندية يوم 29 إن شاء الله، ونشوف بقى كأس العالم ونشوف الفرق الأوروبية. إن شاء الله نلعب ريال مدريد في النهائي. قولوا يا رب إن شاء الله يا أهلاوية. هارد لك لكل زملكاوي. النهارده الزمالك خسر من غزل المحلة بنتيجة 2-1. بصراحة النهارده الفريق ما كانش زي ما احنا كنا متوقعين. المفروض ان كل الزملكاوية وكمان الاهلاوية كانوا متوقعين ان الزمالك هيفوز النهارده ذوق عافية وبسكور كمان، لكن طلع عكس ما احنا توقعنا، خصوصا بعد اخر هزيمة قدام الاهلي بنتيجة 3-0، اللي المفروض الزمالك كان يسقر من الهزيمة ديت ويرد على الجمهور ويفرحهم. الجمهور اللي انا حزين عليه واللي صعبانين عليا، اقسم بالله حقيقي من قلبي انتوا صعبانين عليا بجد. انتوا بتشجعوا فريق وبتسهروا وبتروحوا وتيجوا عشانه وبتناموا في المدرجات، وفي الاخر بلا اي نتيجة. بتاخدوا بس غير وجع الدماغ، بتاخدوا غير حرقة الدم، بتاخدوا كل الامراض بتجيلكم بسبب الفريق بتاعكم. اقالة فيريرا النهارده في بعض من جمهور الزمالك بيقول ان هي في مصلحة الزمالك، وفي بعض من جمهور الزمالك بيقول ان الراجل ده اتظلم ومشوه عشان الهزيمة اللي بتحصل وتدهور النادي ده بسبب رئيس النادي وتقصير اللاعبين. بس انا حابب اقول لك ان فيريرا برضه بيشارك في الموضوع. فيريرا كان بيعمل حاجات كتيره قوي في الملعب واماكن اللاعبين ما كانتش معروفه هو بيعملها ليه وازاي، وفي الحقيقه اللاعبين ما كانش بتأدي الدور اللي هو كان بيقول عليه، لان هو كان مشغلهم غلط، كان موقفهم في المكان الغلط. كل واحد منهم كان ليه دور، ما كانش بيلعب الدور بتاعه. يعني مثلا كان يجيب لي زيزو ناحيه يمين، زيزو ناحيه شمال، كان يجيب لي يوسف اسامه نبيه يقعدوا دكه يلعبوا اخر 10 دقائق، كان يجيب لي مثلا رؤى اللي جمهور الزمالك كله مجتمع عليه ان هو ما ينفعش يبقى في نادي الزمالك ولا يلبس شيرت نادي الزمالك. الحاجات دي برضو كان فيريرا مشارك فيها. اذا فيريرا مش ضحيه زي ما الزملكاويه بيقولوا او بعض من الزملكاويه بيقولوا. طيب دلوقتي فيريرا مشي، دلوقتي اسامه نبيه هيبقى مدير الفني لنادي الزمالك. طب اسامه نبيه هيبقى مدير فني بشكل مستمر؟ لا، اسامه نبيه هيكون بشكل مؤقت لحد ما يشوفوا مدير فني جديد. طبعا المدير الفني الجديد ده هيكون اجنبي ولا هيكون مصري؟ لحد دلوقتي مفيش اي تقرير ان اصلا الزمالك عنده اي مدير فني في الاقتراحات او اي حاجه، مفيش اي تصريحات من الناحيه دي.